6 أعمال إذا وقع الإنسان في واحد من هذه الأعمال لا يغفر الله عز وجل له ولا يرفع له عمل ولا يغفر له ذنب ولا يتقبل منه لا صرفا ولا عدل، يعني لا فرض ولا سنة، بسبب عمل واحد لو عمله من ال6 أعمال اللي أنا هقول لك عليه. وللأسف يقع في هذه الأعمال كثير من الناس، فاسمع بعدما تصلي على رسول الله. رقم 1: الإشراك بالله والعياذ بالله. أخطر ذنب ممكن الإنسان يقع فيه في حياته إنه يشرك بالله جل وعلا. وخلي بالك، ربما يكون الإنسان مسلم مؤمن طائع، ولكن ربما يقع في أعمال قد تخرجه عن الإسلام، قد تخرجه عن العقيدة، ممكن يكون عنده خلل. وعلشان ما اطولش في النقطة دي كتير، انت فلتر العقيدة بتاعتك وفلتر العبادة بتاعتك وفلتر عبادتك مع ربنا وعلاقتك مع ربنا جل وعلا. هو الإنسان المشرك ربنا ما يغفرش له؟ أقول لك والآية اللي كلنا حافظينها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رقم 2: بعد ما تصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: المتشاحنين والمتخاصمين والمتباغضين. الاثنين اللي متخانقين مع بعض، متشكلين مع بعض، بيكلموش بعض، افتح قوسين، بيلقحوا على بعض على النت. افتح قوسين، واحدة قاعدة مثلا في الشارع قاعدة مع واحدة تانية عمالين يغتابوها علشان مخصماها. افتح قوسين، مش مبطل فيه كلام، مش مبطل عليه غيبة، مش مبطل عليه نميمة، مش مبطل كلام في بيته وفي أهل بيته، مش سايبه في حاله. يعني مش مكتفي بالخصام وبس، مش مكتفي بالشحناء وبس، مش مكتفي ان هم ما بيكلموش بعض، لا، ده مبهدلين بعض على النت، ده مبهدلين بعض في البيوت، ده مبهدلين بعض في أي قعدة. هم المتخاصمين الله عز وجل لا يغفر لهم. أقول لك ده أنا هقول لك كم دليل كده بعد ما تصلي على حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ده أول حديث اهو: ترفع الأعمال إلى الله كل يوم من بعد الفجر لحد أذان العصر، ومن أذان العصر لحد صلاة الفجر. ترفع الأعمال إلى الله رفع يومي. وترفع الأعمال إلى الله كل أسبوع. يوم إيه؟ يوم الخميس، لما النبي محمد قال: ذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الرفع الثالث الرفع السنوي الذي يكون في ليلة النصف من شعبان. متخيل في رفع يومي، متخيل في رفع أسبوعي، متخيل في رفع ثانوي، تمام؟ والله عز وجل لا يغفر للمتشاحنين كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى انت خدها كده قاعدة: اي عمل انت بتعمله في الارض، صيام، صلاة، زكاة، صوم، حج، ذكر، طاعة، صدقة، ومتخاصم مع جيرانك، متخاصم مع اخواتك، متخاصم مع امك وابوك، متخاصم مع الناس في الشغل، قاعد عمال تلقح على الناس، قاعد عمال تضغط في الناس، قاعد عمال تتشاكل مع الناس، كل الأعمال الصالحة اللي انت بتعملها دي هتفضل في الأرض زي ما هي، ولا ترفع إلى الله جل وعلا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بين قوسين: لا يرفع إذا كنت متشاحن. بس في حاجة عايز أقول لك عليها: في واحد منهم راحوا مد إيده للتاني، واحد منهم رفع سماعة التليفون وقال له: ما تزعلش مني، واحد منهم خبط على باب بيته وقال له: يا عم الصلح خير، واحد منهم حب يمشي الأرض ويخلي المية ترجع لمجاريها زي ما بنقول. بس التاني للأسف عنيد، إنسان
عنده خصام يبوء باسمه، خلاص براحتك. الاولاني اللي اعترف ده يا جماعه واللي مد ايديه دوت يخرج من دائره الشحنه. يبقى تخلي بالك انت لو مخاصم حد عملك لا يرفع الى الله جل وعلا. رقم 3 بعد ما تصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عقوق الوالدين. اللي عاق لأمه وأبيه، الذي يهين أمه وأبيه، الذي يتطاول عليهم بالكلام وبالأفعال وباللسان وبالإشارات وبالغمز وباللمز، الله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا فرض ولا سنة. بتحج كل سنة، عمرة رمضان لرمضان، ال5 فروض في الصف الأول، كل جمعة بتخرج تشيل مبلغ تحطه في صندوق المسجد، وأمك وأبوك مش راضيين عليك، العمل بتاعك والعياذ بالله لا يقبل. قال عليه الصلاة والسلام: 3 لا يتقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فرض ولا سنة. منهم العاق لوالديه. وكل خطبة نجيب موضوع سيرة بر الوالدين، ونجيب موضوع الخصام، ونجيب موضوع قطيعة الرحم، لأن هي دي الحاجات اللي بتلامس الناس. ومن باب فذكر فذكر فذكر، لعل واحد متخاصم مع حد يخرج ويصالحه، لعل واحد يزهق من كلام الشيخ عن الأم والأب يخرج ويعني أنا يا عم أخلي عندي شوية دم وأخرج وصالحهم. أنا مثلا واحد مقاطع جيراني ومخاصمهم، أخرج وأقول يا جدعان والله الدنيا ما مستاهلة إن الواحد يخاصم حد. يبقى احنا قلنا كده الإشراك بالله، المتشاحنين، وعقوق الوالدين. رقم 4 بعد ما تصلى على سيدنا النبي، قاطع الرحم، اللي هو بعد أبوه ما مات ما يعرفش بيت عمامه فين، من بعد أمه ما ماتت ما يعرفش إخواله ولا خالاته، من بعد ما أمه ما ماتت وأبوه مات وإخواته بقى متجوزين، كل واحد في وادي وهو في وادي، لا أعياد ولا تهنئة ولا كل سنة وانتم طيبين، ولا انت عاملة ايه يا اختي، ولا انت عامل ايه يا اخويا، ولا فيه الكلام ده خالص. ده بالعكس، ده بيقفوا البعض كمان بسبب الورث وبسبب المشاكل وبسبب العيال وبسبب الزوجات، إلا من رحم ربي جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ومش هيدخل الجنة وبس، مش هيدخل الجنة يوم القيامة وملعون في الدنيا. انت عارف يعني ايه ملعون؟ يعني مطرود من رحمة ربنا. انت متخيل يا راجل يا مسلم يا مؤمن يا موحد بالله ان انت لما تكون مخاصم ومقطع الارحام انت راجل ملعون؟ ملعون يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قد طردك من رحمته. شفت لما تكون قاعد في بيت حد كده ويطردك من بيته، يطردك خلاص اطلع بره في الشارع، اهو ربنا جل وعلا يطردك من رحمته. ربنا يقول لك ايه؟ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله واصمهم واعمى ابصارهم. خلي بالك من موضوع القطيعه ده كويس قوي. رقم 5 بعد ما تصلى على سيدنا النبي، المجاهره بالمعصيه. يعني ايه؟ يبقى بالليل لوحده، محدش شايفه، محدش معاه، يسمع اغاني، يشرب سجاير، يتفرج على مواقع مش كويسه، العاده السريه، يكلم نساء، ما يصليش، قاعد بيغتاب في الناس، قاعد بيشهد زور، قاعد بيعمل اي ذنب استخفى عن اعين الناس وربنا ستره، وربنا خفاه عن أعين الناس وخلاه قدام الناس جميل. يصحى تاني يوم يهدى ويحترم نفسه؟ لا. يسكت ويلم لسانه؟ لا. يعمل ايه؟ يكلم صحابه: ده انا امبارح، ده انا بص، ده انا شربت سيجاره مش عايز اقول لك كانت مخليه دماغي في حته تانية، ده انا امبارح بص قعدنا انا وفلان وقعدنا نجيب سيره فلان بص قطعنا جلده، ده انا امبارح بص ده انا اتفرجت ما اعرفش على ايه استنى هبعتهولك. يا راجل ربنا سترك وربنا تاب عليك وربنا سبحانه وتعالى سامحك وعفى عنك ومحتاج منك يا رب سامحني، يا رب انا اسف، وراح الموضوع لحاله. تيجي انت تاني يوم
تجاهر بالمعصية بتاعتك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا يا رسول الله ومن هم المجاهرون؟ مين المجاهرون دول يا رسول الله؟ ربنا بيعفو عن كل الناس ويسامحهم ويرحمهم ويغفر لهم إلا المجاهرين. من هم يا رسول الله؟ قال: الرجل يفعل الذنب بعيدا عن أعين الناس يستره الله فيفضح نفسه أمام الناس فلا يغفر الله عز وجل له. نعوذ بالله أن نكون منه. رقم 6 والأخيرة بعد ما تصلى على سيدنا النبي: المدمن. وحط تحت مدمن دي بقى مليون خط. مدمن ايه بالظبط؟ مدمن مخدرات، مدمن خمور، مدمن حشيش، مدمن معرفش بودرة، مدمن حقن، مدمن سجاير. أي مدمن الله عز وجل لا يغفر له. في ليلة القدر بعد صلاة الفجر، خلاص ليلة القدر بقى خلصت، ما احنا قلنا سلام هي حتى مطلع ايه؟ الفجر. بعد صلاة الفجر سيدنا النبي تقابل مع سيدنا جبريل فقال له: يا جبريل، ماذا فعل الله عز وجل بأمة محمد؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال جبريل: يا رسول الله، أن الله عز وجل غفر لجميع أهل الأرض وسامحهم وسترهم وعفى عنهم إلا ل4. في 4 ربنا ما بصش ليهم ولا لأعمالهم ولا للسماح ولا للعفو ولا للغفران ولا لأي شيء. قال النبي: ومن هم يا جبريل؟ قال جبريل عليه السلام: مدمن خمر، قاطع رحم، عاق لوالديه، مشاحن. يبقى من ال4 اللي احنا لسه قايلينهم برضه: مدمن خمر، عاق لوالديه، مشاحن، ايه كمان؟ قاطع رحم. خلي بالك من ال6 أعمال دول. طب يا عم الشيخ، لو أنا بقع فيهم بقى، وللأسف في ناس من اللي قاعدين بيقعوا في الذنب دوت، أعمل إيه؟ قال الله عز وجل في كتابه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.